وصفة خبز الدار الجزائري يجيكم مقطن وبزاف بنين. تبعوا معايا. تحقوا فيه كيلو تاع الفرينه من النوعيه المليحه يكون مغربل، مغرفه كبيره تاع الملح، 3 مغارف تاع السكر، مغرفه ونص تاع خميره تاع العجين، لزاز تاع 2 حبات قارص، نص كاس تاع الزيت، حبه بيض كامله وبياض 2 حبات تاع البيض. الصفار نحطوه بجهه نسحقوه من بعد. حطيت البيض ديالي وضفت مغرفه تاع لافاني، 2 مغارف تاع حليب مجفف والماء دافي باش نجمع العجينه ديالي. انا استعملت 3 كؤوس تاع الماء الدافي، سعه الكاس 220 مليلتر، وتبقى على حسب نوعيه تاع الفرينه المستعمله. يعني المهم يكون قوامها شويه يتلاصق، ما تكونش ناشفه. دلكتها بعد ما تجمعت لي مده 10 دقائق وخليتها تخمر مده نص ساعه. بعد ما خمرت لي درت شويه ما في يدي وكسرت لها تخمر، خليتها تخمر مره ثانيه وقسمت العجينه تاعي على 2 باش يخرجوا لي 2 خبزات. دهنت السنيوات تاعي اللي راح نطيب فيهم بالمارغرين، حطيت شويه زيت في يدي وبسطت العجينه تاعي، دهنتهم بصفار البيض اللي كان قاعد لي ديجا، شويه لافاني وشويه حليب، نخليه يخمر في سنيوه قبل ما ندخلو يطيب. بعد ما يخمر لي ندخلو يطيب على فرن مسخن من قبل. هذه هي النتيجه تاع الخبز تاعنا، نتمنى تكون عجبكم وتشاركوا